في الاسابيع الاخيره نيبال اللي كتواجد في الهند عاشت واحد الموجه ديال الاحتجاجات غير مسبوقه. الالاف خرجوا للشوارع نص تظاهروا ضد الفقر وضد الظلم وضد قرارات سياسيه شعلت الغضب الشعبي. المشهد ماشي جديد على المنطقه ديالنا ولا حتى على العالم، ولكن اللي كيوقع اليوم في نيبال والهند عنده واحد المعنى كبير. الشعب كيقول بصوت عالي صافي بركه. القصه بدات من قرار حكومي مثير للجدل. الدوله حضرت اكثر من 26 موقع للتواصل الاجتماعي من فيسبوك انستغرام واتساب يوتيوب وتقريبا كل المنصات اللي كيعتمد عليها الناس للتواصل اليومي. والحكومه بررت هذا القرار بمحاربه الاخبار الكاذبه والحسابات الوهميه وخطاب الكراهيه، ولكن الشباب وخاصه جيل زد شافوها محاوله واضحه لاسكات الاصوات وخنق الحريه. والحقيقه ان الغضب ماشي بسبب الحظر فقط، ولكن كان واحد الغضب قديم من فساد سياسي والمحسوبيه والامتيازات وبطاله خانقه وقلة فرص العمل وحتى الازمات الاقتصاديه اللي اثرت على الحياه اليوميه. بمعنى ان هو الحضار كان مجرد الشراره، ولكن العافيه كان شاعله مش شحال هادي. هنا كيدخل دور علم النفس الاجتماعي، والعلماء كيقولوا ان الغضب الفرد ضعيف، ولكن ملي كيولي جماعي كيولي قوه خارقه. وهذا الشيء اللي كيسميه الباحثون العدوى العاطفيه. احساس كيعدي احساس وخوف كيذوب قدام شجاعه المجموعه. ولكن خصنا نسولوا راسنا واش المظاهرات كتغير فعلا؟ التاريخ كيبين ان بزاف ديال الحركات الاحتجاجيه كان نقطه تحول. احيانا النتيجه كتكون اصلاح، واحيانا كتكون مواجهه داميه. الدرس اللي ممكن نستافد منه هو القوه في الصوت الجماعي، ولكن الحكمه في الطريقه اللي كتستعمل بها هذا الصوت. الصراخ ممكن يفتح باب الحريه وممكن يفتح باب الفوضى. مظاهرات نيبال والهند اليوم ماشي مجرد خبر سياسي، هي واحد المرآة كتعكس طبيعه الانسان. ملي كيتظلم كيقلب على العدل، وملي كيتحاصر كيرفع الصوت ديالو. ولكن خاصنا ما نساوش بلي القوه الحقيقيه ماشي غير في الشارع بل في الوعي، حيت التغيير كيبدا من العقل قبل ما يضاف الغواص.